في اخبار بتقول ان المدرب جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي الاهلي بيتعاقد معاه، اللي هو مدرب الزمالك سابقا، بعد النتائج المتردية وسوء الاداء من المدرب الحالي كولر. الاخبار دي لو حقيقية فهو يعتبر كوبري كده، الاهلي اتنقل من كوبري اللعيبة لكوبري المدربين. انت عايز تضعف اقرب منافس ليك في الدوري المصري، فكده نقدر نقول بعد اعتماد النادي الاهلي في صفقاته من اللعيبة والمدربين على نادي الزمالك خصيصا، فالكرة في مصر راحت في طريق تاني، طريق ان انا ازاي اضعف المنافس بتاعي، ازاي اصدر له مشكلاته، ازاي ان انا اضربه من تحت الحزام عشان ما يبقاش موجود غيري في الساحة. وللاسف ما بقتش كورة. يا ريت بقى حد من اخواننا اللي في السعودية المصريين الزملكاوية يروح قدام السفارة الامريكية كده بكرسي وكوباية شاي ويقعد ويشوف جوميز هيروح ياخد التأشيرة لأمريكا ولا لا. السلام عليكم.